طيب اتضايقت الكلام اللي اتقال حوالين والدك، واتضايقت من الكلام اللي طالك، كان رد الفعل ايه؟ اتكلمت مع الناس في مجلس الإدارة، فتحت معاهم كلام من اول وجديد؟ احنا هنا بنتكلم لسه في شهر واحد. لا بقى الموضوع بقى خلاص، احنا باكلمك بعد شهر واحد بقى خلاص الموضوع بتاع الاتفاق ده اتقفل. مم. وكل يوم ابوه عايز عمولة مش عارف كام، ده زيزو عايز طالب كام، ده مش عارف ايه. ممكن اسالك هقول بصراحة؟ لك. اسالك سؤال وتجاوبني طبعا. بصراحة. هل ما حصلش ان هو طلب ولا مرة؟ طلب. امتى؟ طلب بعد كده. بعد كده؟ بعد كده. ليه بقى؟ وبعدين مش هو اللي طلب. اه. انت واحد، بص يا ابراهيم، انت انت واحد. صريح قوي، يعني انت بتقول كل حاجة. اه. لا، ما انا هقول لك كل حاجه، انا مش ما عنديش مصلحه ان انا اكذب يعني. اه. هكذب ليه؟ مم. هو الراجل ما طلبش فلوس من النادي. مم. انا شفت ان ده راجل حقه. حقه كأي انا في المطبخ زي ما بيقولوا. عارف ايه اللي بيحصل جوه النادي، عارف مين اللي بيدخل ومين اللي بيعمل، واي ده على فكره حاجه شرعيه جدا. وكيل. وكيل جاي، يعني انت بتقول لي اصل ابوه طالب ومش من حقه. ده ابوه، خلاص يا عم انا هخلي ابويا في البيت يكتب لي العقد بتاعي اللي هو تفاوض، وهجيب لك وكيل من بره زي ما اي حد بيعمل، هجيب لك وكيل من بره ياخد النسبه بتاعته ويمشي. مم. انا كنت شايفها ده حقه. مم. فانا اللي طالبت بحاجه زي كده. مم. انا طالبت حاجه زي كده لان هو راجل بيعمل معايا كتير قوي. مم. فانا شايف ان ليه ما تعملش حاجه زي كده يعني. ماشي. الناس مش هتقول، وهو كان خايف من الموضوع الناس تشوف ان ده يعني بيستغل ابنه عشان خاطر ياخد. هو ما فيش الكلام ده، عشان كده ما 3 4 مرات هو ما عملش حاجه زي ولا طلب. مم. وجي اخر مره حتى المره دي ما كانش طالب. مم. بس انا حسيت ان ده في الاول وفي الاخر حقه. بعد ما الكلام ما بقى انا ما بقى شايف بيتقال، الكلام بقى بيتقال وده. فخلاص يبقى حقيقة عايز فخلاص بقى تقولها. عايز بالظبط، اه. انتوا عمالين تقولوا كده، خلاص هو انا هطلب له. مم. انا هطلب له. و... ومش ارقام بقى اللي انت طمعان او بتبص حاجه لتاني، ده حاجه الناس كلها بتعملها. مم. ده عرف الناس كلها، حصلت في الزمالك 20,000 مره. مم. يعني ده مش حاجه غريبه، يعني انت ما بتطلبش حاجه ما حصلتش قبل كده عشان تقول للراجل ده حاجه غريبه يعني. ايه اللي حصل بعد كده؟ ظهور الاهلي كان امتى؟ انا كل الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي، اه. احنا ما عدناش غير المره بتاعت شهر 11 شهر 10 ايوه. بس. والقعده بتاعت المغرب في والقعده الطياره بتاع المغرب في اللي الطياره دي اتطرح اللي فيها الموضوع. بالظبط، ما ماشي. حصلش اي حاجه تاني. ماشي. كل بقى الكلام اللي اتقال ده في جلسه، ده اتفقوا على مم. كذا، ده هم عرضوا زيزو رفض، مم. ده زيزو عرضوا هم رفضوا، مفيش اي حاجه حصلت تاني. طيب. كل الكلام كان تسريب على السوشيال ميديا ولجان معموله بتعملها بس وخلاص. هل فعلا الكابتن مصطفى رفض انه يقعد مع كابتن حازم امام؟ لا، هل انت بتتكلم بقى، انت بتتكلم بعد كده، انت قعدت يعني. اه. انت احنا نطينا 3 4 شهور كمان كده. حلو، احكي لي ايه اللي في 3 4 شهور دول. ما حصلش حاجه، انت الثلاث اربع شهور الناس انا اول لعيب في نادي الزمالك مثلا. يعني بعد اللي احنا عملناه مع بعض، مش عايز انسب كل حاجه ليا. اللي احنا عملناه مع بعض كان انا ونادي الزمالك. مم. اول لعيب كل مره كل يوم يتغنى له في الاستاد ضده. مش اتغنى ضده. الناس مش عارف النادي مش في لعبه في انت وايد ابوك ومش عارف ايه. وروح يا زيزو ومش عارف. طب اوكي، شكل الفرقه وحش يا جماعه. احنا دلوقتي في مرحله ان زيزو ده ما عملش حاجه للنادي مم. غير ان هو بيتفاوض زيه زي 8 لعيبه ككمان. بس هو ليه زيزو اللي في المشهد يعني؟ عشان بيحبوك. ماشي اوكي، طب انا ما عنديش مشكله. مم. ما انت عملت كده الاربع سنين اللي فاتت عشان خاطر بتحبهم. مم. لا هو ابراهيم، بص انا قلت كده قبل كده وهقولها تاني. هو ما فيش حاجه في نادي الزمالك كويسه مم. كويسه مستقره غير الجمهور. مم. انا طلعت قلت كده كذا مره. مم. يعني انت لو بتقعد في نادي الزمالك من غير وجود مجلس اداره ومن غير وجود فلوس ومن غير وجود استقرار ومن غير وجود اي حاجه تخليك تلعب في نادي كبير، بس عشان الجمهور. بس عشان الجمهور، هو ده اللي انا عملته ال5 سنين اللي فاتت. عشان جمهور الزمالك. لان ما فيش حاجه تانية يعني. تشجع الواحد ان هو يقعد غير بس الجمهور. عشان اتكلم بصراحه، هو الجمهور وانا قعدت عشانه وطلعت قلت كده. وكنت صادق جدا وكنت بعمل ده، ما كنتش بقول بس. كنت بعمل ده. بس فقعدنا 3 4 شهور من شهر 1 لشهر 2 او 3. كلام بس على السوشيال ميديا، كلام بس. زيزو قعد ما رفض، زيزو مش وما فيش حاجه بتحصل، هي كلها تسريبات. والناس عماله تستقبل حاجه، تستقبل يعني كلام على زيزو ده ان هو بيلعب بالنادي وانت طبعا ما بتطلعش ترد. عشان كده قلت لك ده بيدي فرصه للناس ان هي تخلق السيناريو اللي هي عايزاه. الحكايه لسه ما خلصتش، بس انا عايز اسالك سؤال قبل ما اقفل الجزء ده من الحلقه.
احساسك ايه وانت بتلبس تيشيرت غير تيشيرت نادي الزمالك؟ هو تيشيرت تقيل، تيشيرت برضه كبير. انت لعبت لنادي الزمالك وهتلعب للنادي الاهلي. آه، الموضوع في الاول ما كانش سهل جدا. انت قعدت في نادي الزمالك 6 سنين، عندك ذكريات كتيره. خصوصا ان انت ما كنتش لعيب بس، يعني مم. ما كنتش لعيب عادي، مم. لعيب بتتحمل مسؤوليات في اوقات كتيره، فتحس ان نادي الزمالك مسؤول منك. مم. فده مش سهل ان انت تاخد خطوه زي دي. بس في الاول وفي الاخر انت اكتشفت في الاخر ان مش عايز اقول كلمه يعني زعل الناس مني، بس مفيش حاجه باقيه. انت اهو انت اتهنت لمده سنه. معلش، أنا اتهنت حرفيا لمده سنه. الناس كلها بتسرب لي وبتشتمني وبتعمل كل حاجه. سنه خلاص اهو، ده حاجه بتثبت ان انت ال5 سنين اللي عملتهم ولا حاجه. مش حاسسها محبه؟ يعني انا مش عايزك تمشي، هعمل اي حاجه. عارف انت لما يبقى في واحد حريص على حد قوي؟ معلش انا معلش. بحاول اجيب لك وجهه النقص. زيزو، انت بالنسبه لجمهور نادي الزمالك جنان حب وعلاقه كانت كبيره، فانت اكيد مستوعب فكره ان انت بتمشي من عندهم، فانا عايز اعمل اي حاجه عشان خاطر اخليك تقعد. شفتها كده ولا انت شايفها انه؟ لا ما شفتهاش كده خالص. شفتهاش كده خالص. لا ما شفتهاش كده. آه. عارف ان جمهور الزمالك بيحبنا، بس تمام. بس انت دلوقتي بتثبت لي ان اي حد هيتفاوض. هيسرب لك اي حاجه على السوشيال ميديا. اه. وهي لجنه كانت ممنهجه 8 شهور، دي عليك. معروفه جدا. م. ما لا لما كلها ممنهجه 8 شهور وعمالين يقولوا كلام ما حصلش، يقولوا كلام ما حصلش. وهيطلع لك حد دلوقتي يقول لك اصل الكلام عاري تماما من الصح وكلمتين متزوقين وبتاع. اقسم بالله اللي انا قلته في الحلقه ده هو بس اللي حصل. في الجزء الثاني. موضوع برضو عشان ارجع لك، انا جمهور الاهلي، انا جمهور بحترمه جدا، وقلت ده اكتر من مره. قلت اكتر من مره ان في ناس كتيره قريبين مني ومن عيلتي اهلاويه و... و... وده اكبر سبب يخليك تاخد خطوه زي دي. انت عندك كان عندك عروض كتيره جدا، بس برضو زي ما تقول ليه اخترت الاهلي؟ زي ما قلت في الاول في الاخر، هو الموضوع مش موضوع فلوس. الموضوع هو موضوع شغف. نادي كبير بيلعب في بطولات كتيره، عايز تبني معاهم حلم جديد وتاريخ جديد والحاجات دي كلها. فهو ده انسب نادي تعمل فيه كده. كنت محتاج اخد منك تصريح في الجزء ده من الحلقه نتكلم فيه عن الشق المتعلق بالنادي الاهلي، بس الحكايه لسه ما انتهتش، هنكملها في الجزء الثاني بكره ان شاء الله باذن الله، ونشرح للناس بالظبط ايه اللي حصل من بعد الثلاث اربع شهور اللي ما كانش فيهم اي كلام، ثم انتقالا للي حصل بعد كده، ووصولا الى النقطه الاخيره اللي احنا فيها. في هذا الجزء انتهت 50% من الحكايه. 50% من الحكايه اللي جايه بكره مهمه جدا جدا، فاتمنى ان انتم تنتظروها بكره ان شاء الله باذن الله. تصبحوا على الف خير. السلام عليكم.